معانا الجزء الاخر في الكاراتيه التقليدي، وهو مثالي الكوميتيه لو انا بتكلم مظبوط. ومعانا الكابتن اسلام عثمان مدرب منتخب مصر في الكوميتيه. الاخبار يا كابتن؟ اهلا بيك يا فندم. ومعانا الكابتن رضا عبد الغني بطلة العالم الشهيرة بلوزة. ازيك يا لوزة؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ وكمان معانا اللاعب والمدرب ابراهيم البكر بطل العالم. اخبارك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. وكمان معانا الكابتن اسلام جابر رجب بطل العالم. الف مليون مبروك ليكم يا كابتن. كابتن اسلام، انا قلت من شويه انتوا يعني ابطال مصر في الكوميتيه، مظبوط؟ عايز اعرف منك يعني البطوله كانت عامله ازاي بالنسبه لكم؟ كنتوا بقى متخصصين بشكل اكبر في الكوميتيه، وعرفت من شويه ان في كاتا وكوميتيه وفي كذا حاجه كده معموله في الكاراتيه التقليدي. البطوله كانت صعبه؟ البطولة كانت قوية جدا طبعا في ظل الظروف اللي كانت موجودة زي ما احنا قلنا يوم 28 29. ورغم كده عدد الدول كان 32 دولة. المنافسة كانت قوية جدا جدا جدا. الترتيب بتاعنا كان مصر وفرنسا والبرتغال دول الترتيب، والحمد لله مصر قدرت تفجر مفاجأة كبيرة جدا 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 للشعب المصري ان هي تحصل على رقم 1 على العالم ترتيب عام ب 39 ميدالية. انجاز قوي جدا، ولازم مصر كلها تعرف والشباب كلهم يعرفوا ان مصر فعلا والكاراتيه التقليدي قدر يحقق مفاجأة كبيرة جدا. طبعا، واحنا كمان معانا الابطال نفسهم هم موجودين معانا بنفسهم وبميدالياتهم. ازيك يا لوزة؟ تمام. انت اسم الشهرة بتاعك لوزة؟ طيب كابتن رضا، عايز اعرف منك يعني البطولة اخبارها ايه كانت معاكي، وكمان حققتي المركز الاول بتاعك. مركز اول كتاتيم جماعي، كان معانا دول قوية جدا. احنا جبنا مركز اول، وكان في فريق برضه تاني من مصر جاب تاني، واللي جابت المركز التالت صربيا. كانت فرقة قوية جدا. والرابع الارجنتين. بتعملي ايه بقى؟ بتهيئي نفسك ازاي كبنت بقى كده؟ بتحضري نفسك ازاي قبل البطولة قبل الماتش؟ البطولة طبعا بيبقى ليها تحضير مختلف تماما عن الأيام العادية. بنبقى مثلا في معسكرات مغلقة، يعني بنحافظ إن احنا نركز إن احنا نجيب مركز أول. يعني احنا بتمرن عشان مش إن أنا أفوز، لا، إن أنا أفوز أجيب مركز أول بس. الله. طب في طبعا تعليمات بقيادة الكوتش كابتن اسلام طبعا. أكيد طبعا، تعليمات من كل الكباتن بتوعنا. طبعا في كذا مدرب موجودين معانا، يعني كل كوتش مختص بحته معينه. ايوه طبعا. تمام، مبروك يا كابتن. الله يبارك حضرتك. كابتن ابراهيم، ما شاء الله يعني دي برونزيه. 3 برونز. الله اكبر يا كابتن. كلمني كده عن البطوله والثلاث ميداليات دول في ايه بالظبط؟ والله بطولة زي ما الكباتن قالوا كانت بطولة قوية جدا. بطولة عالم مش حاجة صغيرة، 32 دولة شاركوا فيها. كان في أبطال عالم أسامي كبيرة جدا على أرض الملعب. بس الحمد لله ربنا كرمنا وفجرنا مفاجأة احنا نفسنا اتفاجئنا بيها. ده خلانا نقول ان منتخب مصر الكاراتيه التقليدي مش لعيبة، دول جنود ان شاء الله هناخد بيهم العالم كله. انا جبت مركز ثالث في كاتا تيم، كاتا جماعي، ومركز ثالث في امبو ميكس، ومركز ثالث في امبو رجال. الحمد لله كانت بطولة قوية جدا جدا. منافسة مشرفة طبعا، عشان بس لاعب يطلع يشارك يتحط اسمه اللي هو مشارك في بطولة عالم، دي حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة. بس ربنا كرمنا اللي احنا كمان تم تتويجنا وتربعنا على عرش البطولة كمصر. يعني شعورك ايه وانت علم مصر كده بيترفع وبتسمع الشعار الوطني لجمهورية مصر العربية؟ دي حاجة يعني ملهاش وصف بصراحة، ملهاش احساس، خصوصا ان انا كمان ربنا كرمني اللي انا كنت تم اختياري من منتخب مصر انا اقول كلمة بالنيابة عن زملائي في المنتخب. فعايز اقول لك وانا لابس العلم وماسك المايك حاسس ان انا جسمي كله بيترعش، خصوصا كمان لما لقيت العلم بيترفع قدامي. لا احساس ملوش وصف. الحمد لله. اسلام، مبروك يا اسلام. الله يبارك فيك. اسلام، انت بسم الله حاطط على 2 دهب صح؟ ان شاء الله. ده في ايه وايه بالظبط؟ ده اول كاتا فردي تيم، ودي اول كاتا جماعي. الله عليك يا اسلام. قول لي يا اسلام، كانت اخبار البطوله ايه بالنسبه لك؟ كنت حاسس بايه؟ بتحضر نفسك ازاي قبل سواء الميداليه دي او الميداليه دي؟ هو طبعا تم تحضيرنا على كامل الشأن، ان احنا اتعمل معانا معسكرات مغلقة اكتر من فترة. اتعمل لنا اول معسكر مغلق كان في المركز الاولمبي بالمعادي لمدة 5 ايام مغلقين، تمرين على 3 مراحل في اليوم. ده في الكاتا الفردي. اما الكاتا الجماعي كان تمرين 2 يومين في اليوم وكده. فطبعا تم اختيارنا المنتخب وكده. فطبعا اول ما دخلنا البطولة دي الكاتا الجماعي. دي الكاتا التيم. ده هنا العالم كله بيتكلم عنكم، ده الصحافة العالمية بتاعتك ولا ايه؟ تمام. فطبعا ده البرونكاي شرح الكاتا الجماعي.
وبعد كده لعبنا الكاس الفردي، وكان بنلعب من الدور ال 16. كان معانا الدول المشاركه البرتغال وروسيا والجزائر وتونس ومقدونيا. تمام. قعدنا نلعب 3 ادوار والفاينل اتلعب تاني يوم. مبروك يا كابتن والله بجد. سؤال يعني جميع لكم كلكم كده وانتوا ابطال مصر معايا دلوقتي، شعوركم ايه والبطوله كانت بقى لها فتره كبيره جدا ل 31 سنه ما اتنظمتش والحمد لله الاراضي المصريه بتحتضنها والحمد لله يعني احنا محققين مركز متقدم جدا عالميا، المركز الاول. ابدا بيه كابتن. هو ده تاريخ طبعا كبير جدا يحسب اول حاجه لمصر. مصر طبعا طبيعه مصر ان هي مصر دايما بتقدر تبادر باي حاجه قويه بالشرق الاوسط وافريقيا. احنا فعلا 31 سنه غياب عن البطوله، من اخر بطوله اتعملت للكاراتيه التقليدي سنه 1983، وقدر نصر ابراهيم مرحوم رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد المصري والعربي الافريقي وسكرتير الاتحاد الدولي حاليا كمان وعضو الاتحاد الدولي، وهو ليه فضل كبير جدا طبعا ان هو يقدر يقدم ملف مصر في 2012 بطولة العالم، وانا كنت ساعتها لعيب فيها كمان في 2012 في بولندا، وقدرت ان مصر ان هي تحصل على تنظيم البطولة. ودي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، حتى دول كتير جدا كانت مشاركة في الملفات وتقدم الاتحاد الدولي، لكن فعلا مصر قدرت ان هي تحصل على تنظيم البطولة، وانا شايف ان هو ده حدث كبير جدا افريقيا وعربيا على الساحه الافريقيه والعربيه للكاراتيه التقليدي. ان شاء الله. بسرعه كده في السريع، ان شاء الله في بطوله جايه قريب؟ ان شاء الله بطوله ايه؟ بطوله العرب وبطوله كاس العالم قريب ان شاء الله باذن الله، احنا بنجهز لها من دلوقتي ان شاء الله باذن الله. ابراهيم مستعد كويس للبطوله اللي جايه؟ ان شاء الله باذن الله. عندنا بطوله افريقيا، بطوله عرب، عندنا بطوله دوله الالعاب الافريقيه في الكونغو بروزافيل، عندنا كاس العالم، عندنا ان شاء الله السيزون الجاي يكون حافل بالالقاب ان شاء الله. اسلام هتجيلنا بالذهب المره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دعواتكم باذن الله وكل الدنيا كلها ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ليكم يا ابطال مصر ولاعبتنا، ويعني قد ايه الواحد بيكون مبسوط والله بجد هنا ان هو بيكون قاعد في وسط ابطال بيشرفونا في المحافل العالميه، والحمد لله بطوله يعني تم اقامتها في مصر وحققنا الحمد لله الغرض منها، ان احنا قلنا يعني هنجيب ميداليات المركز الاول وقفنا وجبنا المركز الاول. كابتن اسلام عثمان مدرب منتخب مصر في الكوميتيه، شكرا جدا ليك معانا، والكابتن رضا عبد الغني لوده شكرا جدا ليك معانا، والكابتن ابراهيم البكر بطل العالم طبعا، والكابتن اسلام جابر رجب بطل العالم. وشكرا جدا يا كابتن. انا عايز حاجه بسرعه؟ انا بس عايز اقول حاجه. انا فعلا بشكر اللي تابعوا معانا في الاتحاد، من اول رئيس الاتحاد طبعا مصري سنسي ابراهيم محومي، سعاده اللواء حسين مدير عام الاتحاد، كلهم من شويه. وانا بذكر شكر خاص فعلا زمايلي اللي هم فعلا لازم يجلسوا النهارده، سنسي عبد الله الشوني، سنسي سحر، الدكتور نور، كل الناس اللي موجوده، اللي سنسي حسن عمار. شكرا جدا ليك يا دوت. يا جماعه يعني خليكم معانا لسه كاملين معاكم فقرات بعد الفاصل، استنونا.